يا مساء الهنا والسعادة على عيون متابعيني الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة بسيطة جدا، سهلة وسريعة ومش مكلفة، بدون دهون، لايت كده وخفيفة لأصحاب الدايت. طبعا احنا كلنا في الصيف ما بنحبش المسبكات، الخضار بيبقى تقيل كده على قلوبنا. عايزين حاجات نواشف وحاجات خفيفة عشان الحر كمان وما نوقفش كتير في المطبخ. الأكلة دي هتنفعك لكل اللي أنا بقول عليه ده. يلا بينا نبدأ ونشوف عملناها بطريقة السوتيه مع بعض ازاي. هنسمي الله وندخل في المقادير على طول. معايا كمية من اللحوم، هقطع القطعة 2 لأن القطعة كبيرة وعايزاها كمان تبقى صغيرة شوية عشان ما تاخدش تسوية كتير على النار. نقطتين زيت كده في طاسة نار عالية جدا، وأول ما بتسخن قوي بنزل بكمية اللحم عشان تاخد شوك وما تنزلش العصارة. رشة من الفلفل الأسود، رشة من الجنزبيل بيدي تست عالي جدا في أي لحوم، جربوها مش هتندموا. شوية من الكزبرة، شوية من الهيل، شوية كمان أو معلقة محترمة كده من السكر عشان الحاجات دي تكرمل كده مع بعض، والسكر عامة مع أي لحوم بيسرع عملية التسوية. بصوا هتحسوا إن اللون بتاعها ابتدى يتحول بسرعة، ده كرملة السكر، وعشان كمان نزلناها على نار عالية فخدت صدمة واحتفظت بعصارتها وادتنا اللون المحمر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما اتاكد ان اللحمه كلها اتحمرت وخدت صدمه ولون كرمل جميل كده، هبتدي اجيب بصلتين وهقطعهم شرايح زي ما انتوا شايفين. البصل في الحاله دي مهم جدا لان بعد ما يمتزج كده بالصوص اللي نازل باللحمه هيديكوا في الاخر صوص يجنن. هتسيبوا اللحمه اساسا وتاكلوا الصوص ده. وقلبي بقى. شايفين اهم حاجه ان الطاسه ما فيهاش اي سوائل، وده اكبر دليل على ان الوصفه كده ماشيه في السكه الصح. بعد ما اتشوحت كلها مع بعض هجيب شوية من التوم كده، ممكن تكتروا عن الكمية بتاعتي دي. ممكن تحطي راس توم أو نص زي ما انتي حابة، زي ما جسمك هيتقبل التوم، لأن في ناس عندها حساسية من التوم الكتير. خلاص كله خد تحميرة حلوة كده، هبتدي أنزل بكوباية من المية وهغطي عليها وأخلي النار متوسطة. تعالوا بقى نعمل شوية رز مفلفلين كده للأكلة الجميلة دي. شوية زيت، أنا بحب أحط على الرز زيت أكتر من الزبدة، ومكعب واحد زبدة. وهنزل ببصلاية حلوة كده متقطعة قطع صغيرة، وهبتدي أقلب أعلي النار شوية. وأول ما البصلة تبتدي تصفر كده وتاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، هبتدي أنزل بالبهارات بتاعتي. شوية قرفة، عندكم بقى قرفة باودر، عندكم قرفة صحيحة زي ما انتوا حابين. شوية من الكاري أو الكركم، معلقة برضو من السكر عشان تكرمل وتدي لون حلو. غسلت الرز البسمتي أو المصري المتواجد ونزلت بيه بالشكل ده كده. هننزل كمان بورق لوري، فيه فص حبهان كده فصصته من بعض عشان النكهة تبقى أعلى. شوية من جوز الطيب بتدي تست حلوة أوي للرز. اللي موجود بقى فيه لومي يحطه، فيه عود قرفة المتواجد عندنا. بعد كده ننزل بالمية مغلية من الكتل ومعلقة كبيرة من الملح، وهقلب الرز وبعد كده اغطي عليه واسيبه على نار متوسطة. واول طبعا ما بيتشرب ببتدي اهدي عليه خالص. تعالوا بقى نشوف الخلطة اللي هنضيفها او الخضار السوتيه اللي هنشتغل عليه. بطاطسيتين 2 بس، لان الصيف ما بيحبش الخضار كتير ولا اكل كتير. زي ما انتوا شايفين كده البطاطسية قسمتها نصين، وبعد كده قطعتها 3 قطع بالطول، وبعد كده مكعبات بقى. الطريقة دي حلوة جدا في السوتيه، ما بتاخدش وقت، والولاد كمان بيحبوا شكلها، بحسها بتبقى خفيفة عن اي تقطيعة تانية للبطاطس. عندي شوية بسلة كنت مفرزاهم، وكمان قطيتين قطعتهم مكعبات بالشكل ده. في الوقت ده خلاص الرز كان استوى ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين مفلفل. طبقة الدهون اللي عليه تكاد تكون مش موجودة، خفيف جدا وصحي. عارفين الصيف ما بيحبش الدهون، ما بيحبش الأكل الدسم. كل ما الحاجة كانت خفيفة كده وصحية كانت تبقى أفضل بكتير. خلاص كده الرز استوى، هبتدي بقى أطفي عليه واركنه على جنب. تعالوا نعمل اختبار للحمة ونشوف وصلت لحد فين. طبعا لو لسه هتحتاج تسوية اكتر هنضيف لها كوباية مية ونغطي عليها ونسيبها تكمل تسويتها. هنا بعد ما غطيت عليها المية ابتدت تنقص وشكشكت اهي، خلاص دخلت في التسوية. هبتدي اضيف لها مكعبات البطاطس بتاعتي، اي نوع خضار بقى انتوا حابينه. السوتيه بيحب الخضار الاخضر اللي لونه اخضر، يعني بسلة، في فاصوليا، في كوسة. كل الحاجات دي بتبقى حلوة قوي، بتدي تيست جميل كده مع السوتيه. شايفين التبريد بتاع البسلة لسه بيتبخر ازاي، لسه مخرجاه من الفريزر. قطيتين كده مكعبات، بتدي زكارة حلوة قوي للسوتيه، وبتدي تست عالي افضل بكتير من القوطة والمسبكات والحاجات التقيلة دي.
رشة خفيفة أوي من الفلفل الأسود، مجرد إن هو يطعّمها بس، لإن أنا ضايفة كمية من الفلفل الأسود للحمة كويسة جدًا، شوية من الكمون، وبعد كده هاملّح بقى، يعني أنتم هتلاحظوا إن أنا أول ملح هاحطه في الأكلة دي دلوقتي. اللي كنت حطيت مكان الملح معلقة من السكر عشان تسرّع من التسوية، وبعد كده هاملّح دلوقتي اللحمة مع السوتيه عشان يدّي طعم حلو. اللحمة ما حطيتلهاش ملح غير في الآخر بعد ما استوت عشان التسوية تبقى سريعة، أوكي؟ وهاضيف كوباية واحدة بس من المَيّة عشان تبقى كده juicy وما تكونش ناشفة، وهاغطّي عليها بالضبط خدت من 10 دقايق لربع ساعة وكانت استوت بالشكل الجميل ده. الريحة عايزة أقول لكم قلبة الدنيا، البسلة ابتدت تدبل أهي، استوت ما شاء الله البطاطس، القوطة كمان كله داب في بعضه وتشبعوا بالصوص اللي نازل من اللحمة، عايزة أقول لكم الريحة والشكل والطعم بجد يجنن، سهلة وسريعة وصحية وما فيهاش أي مشكلة، ما شاء الله طالعة تخطف العقل. وكده بقت جاهزة معايا، ابتدي بعد كده أغرف بقى الطبق بتاعي عشان أقدمه. هنعمل بقى ميكس كده ظريف ما بين اللحمة والسوتيه اللي احنا حاطينه. انا مش مكترة خضار سوتيه، ممكن تعملوها من غير لحمة خالص، ممكن تعملوها بصدور الفراخ، ممكن تعملوها سادة زي ما قلت لكم. يعني هي السوتيه عامة بيتاكل في أي وضع وفي أي حالة بيبقى طعمه في منتهى الجمال. وبكده الطبق بتاعي بقى جاهز ما شاء الله، بجد يفتح النفس، ريحته حلوة قوي. الطبق صحي وبسيط ومفيد. وادي الرز اللي عملناه مع بعض طالع زي ما انتم شايفين مفلفل وجميل، حبيت اديله شكل لطيف كده، حطيته في طبق على شكل قلب وفضيته بالشكل ده، عجب ولادي جدا. ودي كانت من الأكلات الصيفية اللي بجد مفيدة وصحية جدا، أتمنى تجربوها وتقولي رأيكم في الكومنتس. لايك وشير كتير بقى عشان الاهتمام ما بتطلبش. كانت معاكم سما العراشي، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. باي باي.